انت داير تبيد، يعني غايتك من الحرب دي اباده الدعم السريع. ايوه الله يفتح عليك بالضبط. 14 شهر ابيدت الدعم السريع. لسه ما بيته، لكن ماشي ماشي كويس. ممكن تدينا جدول زمني لانك حتبيد فيه الدعم السريع؟ ما بقدر والله اديك جدول زمني. طيب. انا طيب ما انت عندي خبره. لك معركه مفتوحه وما معروف لها 200، انت ما مراعي لحجم الضرر اللي بيحصل على الوطن والمواطن نتيجه معركتك المفتوحه دي؟ هو الضرر حصل يا شريف، يا ده شريف انت حيحصل عندك اكبر الناس منه، كلها. حيحصل اكبر منه. هسه لو وقفنا ما في الحرب اكبر دي من قبل الحصل، اسبوع. ما في اكبر طيب من انا الحصل. حوريك. انا بتكلم عن ناس، كده بالراحه، شركاتهم، بيوتهم، كده عرباتهم، ذهبهم. كده كده. ثاني يخسر شنو الزول؟ لا ثاني عنده شنو اوريك يخسر؟ يخسر شنو، اوريك يخسر شنو، اوريك يخسر روحوا شنو. نروح عند كده رب خليك العالمين. انت كده بالراحه، انت ما قاعد برا، ما قاعد في السودان. اسي الحرب قاعد في دي السودان، لو منو قال لك ما انتهت، قاعد في السودان؟ لو انتهت قبل شهر، لو انتهت قبل شهر، هل كان ممكن المجزره اللي حصلت في الجزيره دي تحصل؟ لا. طيب ليه ما وافق الدعم السريع؟ ليه ما وقع انه هنا؟ انت ليه قلت ما دار وقع؟ تبيده، انت قلت دار تبيده، خلي الدعم ده السريع في ده ما الاول، تدخل فيه. انت ما قلت ده في لا دار. الاول. نجي انت نشوفك قلت بعد لي ذاك معلومه الدعم اول بس. السريع ولا المواطن، كده بالراحه. انت لو طيب المجزره دي، لو الحرب دي انتهت قبل شهر، هل كان حتحصل مجزره في الجزيره؟ سؤالي ده لو بسيط شيء، بس. لو لو وقفت. الحرب دي انتهت قبل شهر هاي، أها. كان لا حتحصل لو مجزره في الجزيره؟ ما كان حتحصل، لو كان وافق طيب الدعم السريع كان وطلع من حتحصل الاعيان مجزره، كان المدنيه حتحصل مجزره حسب بالتدوين اتفاق في ام جده. درمان. كده بالراحه، كان حتحصل مجزره بالتدوين في ام درمان؟ ما ما كان كان، كان حتحصل، وقف. صح؟ طيب نجي نشوف في الشهر ده انت ابدت المواطن ولا ابدت الدعم السريع؟ الدعم السريع اباد المواطن. طيب معناها انت دار تبيد الدعم السريع، والدعم السريع بيبيد في المواطن. انت لا قادر تحمي حقك لا قادر تحمي المواطن، يعني الدعم السريع ما قاعد باد، القاعد باد يا انت يا المواطن، صح؟ ما خلاص ما دي ظروف حرب، مره انت يا خسران زلمه مره. ليه ظروف الحرب دي تخلي زول تجي تقول لنا ببلك هو يبلك، تجي تقول لنا لسان حال المواطن يبلك انت والمواطن الاثنين، الزول ده معناه مسيطر ولا لا؟ ما مسيطر ولا حاجه، هو بيمشي يستهدف طيب ما انت المدنيين مالك مع يا حمايه حبيبي. المواطن، انت مالك مع حمايه المواطن المسيطر ده، مالك المواطن مع ذاته في حرب زي دي مفروض هو يقيف مع الجيش بالسلاح. دي يا اخي معركه وقف ظاهر. مع. طيب خليك من ده، انت ما واقف مع الجيش ودعمه مه. وماك شايل السلاح، انت ليه داير الناس انت شايل سلاح؟ انا امشي اشيل سلاح، انا امشي اشيل سلاح. اشمعنى؟ هسي انا انت ده هسي ليه هسي داير انا المواطن يشيل هسي لا، سلاح؟ انت هسي انا انت هسي انت داخل تشيل معسكر تشيل السفاره. السلاح من مصر، يعني تشيل السلاح من مصر ولا بتشيله من انت وين؟ داير تلبس هسي الزر. هاخذ تعال من انا مصر، هسي داخل تعال من السفاره. مصر، تعال من مصر شيل السلاح. تعال يا لي اخي مصر كده، بتاعت خلينا الطم. نمشي واحده. مصر دي انت في داير كسله المواطن، انت غيروها داير مصر الحسم دي ولا شنو؟ العسكري كده يا يوسف بالراحه، انت داير الحسم العسكري وداير تكون لابس بدلتك دي وقاعد في محل امن وتقول انا مع الجيش. الجيش بعد شويه تقول المواطن المفترض يتسلح، وبمحل تقول انا الشعب ذاته. طيب ما كان واجب عليك تجي الصفوف الاماميه للتسليح؟ والله انا عندي ظرف يمكن في ولايه مالك من كده ورينا الولايات ظرفك، وحارس او ورينا الوالد اليوم مثلا يمكن كده كويس ورينا حاجات زي دي. ظروفك. ان نشوف انه ما السودانيين ديل. طيب انت راعيت لي ظروف منو من السودانيين في الحرب دي؟ اشمعنى قال از از السودانيين يراعوا لظروفك؟ ليه ما 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 راعيت كلهم، ظروف القادر السودانيين القادر المتاثرين بس. طيب القادر ما سؤال، دام هو سوداني مواطن سوداني ده حق عليه بالراحه، ويدافع عن بلده ده وعن ارضه بالراحه وعن بالراحه ترابه. بالراحه. انت اي عندك زول ظروف. قادر ما عنده ظروف، اللي عنده ظروف نحن عارفين له. اللي ما طيب عنده سؤال، ظروف لا في يمشي زول يقيف عنده مع ظروف. الجيش. فده بالراحه، في زول عنده ظروف والحرب دي متضرر منها قال ما دايره، لا داير الجيش ولا داير الدعم، انا ما داير حرب نهائي، ده ما زول عنده ظروف. ده وانت ما زول عندك ساي. ظروف. دقيقه اوريك الفرق بينك وبين شنو. هو بقى صادق، هو قال الحرب دي ما دايره وما قاعد فيها. انت قلت الحرب لا لا دايره وما قاعد فيها، الغلط منه؟ ما انت خلاص، انا ما معناته ما قاعد فيها. انا ما معناته انا عندي ظرف. اكيد في سودانيين في لا كده امريكا، في ورينا سودانيين في ظرفك، مصر، في احنا دايرين سودانيين نستوعب في. ظريف يوسف ده المخليه يقف مع الحسم العسكري ومع تسليح المواطنين وما داري يشارك. كده ورينا ظرفك الكبير ده شنو. والله ظرفي انا ما مركت مع ابو مع الوالد لانه كان عنده عمليه والناس الباقيين دول معينه. ما عندهم نبهات، انت وحدك عندك ابو في السودان ده؟ ما الناس والله دي عندها وقت نبهات. يبقى كويس برجع السودان بشيل، كده برجع انا دقيقه، بشيل وانت السلاح. منو؟ ما عندي انت مشكله. انت انت ده حريص على ابوك ما حريص على ابهات السودانيين؟ والله ابوي ده كان داير يموت، انا زول داير يتعالج، اعمل والهادين دول شنو؟ ما كان داير يموتوا، النازحين دول ما كان داير يموتوا، اللاجئين ما كان داير يموتوا، الناس بعد اللي ماتوا النزوح دول حصل لنا ما الكلام كان ده، داير بعد يموتوا، النزوح. الناس اللي ماتوا ما هم منك. كيف ما همني؟ يعني الحمد ابوك لله احسن في شهداء عند ابهات ربهم الناس؟ ان شاء الله يا رب ها؟ العالمين، ما في مشكله. ها؟ شهداء وطن. انت قاعد تقول ما الحرب عكسوها. تزيد، انت الليله لو قلت الحرب تقيف
كان نقول انت مقدر لابوك ومقدر لابهات السودانيين مو ربنا قال للرسول حرض المؤمنين على القتال. انا الدين الاسلامي حمشي منه ايه؟ انت ربنا انت تحرض انا قاعد برا بحرض على القتال. ايوه ضد ما الباطل. تكاتل انت هسه ما الجيش ده تكاتل نحن سنه ما وسنه تكاتل وشهرين يا شريف. خلي عندك انت ما امانه. تكاتل الجيش ده له سنه وشهرين، هل اعتدى على انت ما مواطن؟ تكاتل سؤالي هل ليك مشى انت غني ما ومشى تتزاوغ لي استباحه؟ ما تتزاوغ لي بجاوبني انا ما بجاوبك، بسمع فيك اسمعني انا برضه شوي. انت ليه وظيفتك الاساسيه تحرض على القتال؟ ما راجل ما تمشي تكاتل. ما ليه قلت لك عندي صرف، وقت ما يخلص الظرف انت بمشي بكاتب زي الرجال. انت ما بتمشي، لكن انت لا تمشي. انت لو مشيت الا تذكر قبول. انا قلت بس انا ما داير